وصفتنا اليوم عسل بالسكر ومنسم بالحامض، ورقة عواد القرفة وباديانا كيف ما كتشوفوا هنا. غادي نحتاج نص لتر ديال الماء مع نص كيلو ديال سنيده، وخليكم معايا تشوفوا طريقه التحضير. اول مرحله غادي ناخذوا الكوكوط ونديروا فيها نص لتر ديال الماء. غنزيد سكر سنيده، غنحاول ما نقيسش لي بوغ باش ما يتكراميليزاش ليا فاش يكون كيطيب. غندير نص كيلو، نقدر نشوف هنا ندير واحد شويه، نص كيلو ديال السكر. وغادي نخلي هادشي يذوب مزيان. انا غنخليه هكا يذوب. منين يذوب غنزيد عليه المكونات الاخرى وغنشعل عليه ونخليه يطيب على خاطره. حاولوا ملي تخويو السكر ما تقيسوش هاد الجوانب باش ما يتحرقش ليكم، باش منين يكون كيطيب كيتحرق لكم. واذا قصتوهم بدلوا الاناء. انا باش ما نبقاش نبدل كل مره، حاولت نخشي نيشان، ودابا ما غاديش نطلع السكر الفوق. صافي غادي غير نخليه يذوب ونزيد عليه المكونات ونشعل عليه الطيب. غندوز دابا نصايب الشرائح ديال الحامض اللي غندير في العسل. غناخذ نص حامضه هادي غادي نزولها، وغادي نقطع نديرها هكا. اللي بغى يعصرها يعصرها، انا كنبغي نديرها هكا على قدها. ومن بعد كناخذ هادو كنستعملهم في الحلوى. نقطع صبعي، نقطع يدي الخبز. هذا عويد القرفه غسلته، وهادو جوج باديانات هانتوما. من بعد ما قطعت نخليه على جنب. منين يذوب السكر دابا راني غطيت عليه الكوكوط، خليته يذوب. منين يذوب غادي نزيد عليه المكونات ونشعل عليه الطيب. من بعد ما داب السكر كيف ما كتشوفوا غادي نزيدو الحامض، غادي نزيدو هذا شنو سميتو القرفه، عود القرفه جوج حبات باديانه والحامض. غادي نشعل عليه ونخليه يطيب على خاطرو على نار هادئه. من بعد ما داب السكر كيف ما كتشوفوا غادي نزيدو الحامض، غادي نزيدو هذا شنو سميتو القرفه، عود القرفه جوج حبات باديانه والحامض. غادي نشعل عليه ونخليه يطيب على خاطرو على نار هادئه. ومنين يوجد ونوريكم مره دابا شعلت عليه. عندنا البوطه نخليوه يطيب على خاطرو ونوريكم النتيجه فاش يبدا يغلى نوريكم كيفاش كيغلى. كيف ما كتشوفوا غنقصوا عليه العافيه ونخليوه يطيب على خاطرو. العسل ديالي مازال كيطيب، ما غاديش نطيبو بزاف لان هذا غادي نديرو المعسلات. غادي نخليوه شويه خفيف باش يجيني زوين المعسلات. والعسل من بعد ما طاب غادي نزولو هاد الحامض ونخليوه يبرد.
واخا كتشوفوا هكا راه غيبرد غيعاود يزيد يعقد، وانا بغيتو يكون جاري شويه لاني غنديروا المعسلات، ما بغيتوش يكون جامد، يكون ثقيل. هادو الحبيبات عظيمات ديال الحامض. خون هاني من بعد ما صفيت الحامض غادي نديرو في واحد القرعه ونخليه يبرد، نوريه لكم فاش يبرد. غادي نخوي العسل في القرعه، درت قرعه كبيره